انت تعرف ان لو وزنك 60 كيلو فحوالي 36 كيلو منه بيبقى ميه؟ تعالوا معايا وانا هقول لكم ازاي، وهقول لكم كمان الميه لما تدخل جسمك بتعمل ايه وبتروح فين، وهل شرب العصير بيساوي شرب الميه ولا لا. فعايزين نشوف ازاي نحافظ على الميه دي لانها هتقل جدا في اوقات الصيام. تعالوا معايا ونشوف الحكايه. خلينا الأول نكون عارفين إن الماء بيشكل ما يتراوح بين 55 ل 75% من جسم الإنسان، وإحنا لسه مولودين المية بتشكل 75% من جسمنا، وأول ما نكبر ونبقى بالغين المية بتنقص وبتشكل حوالي 60% من جسمنا. أما بقى بالنسبة لكبار السن فالمية بتشكل عندهم 50% من الجسم. طيب عايزين نعرف كل المية دي موجودة فين؟ أول ما بنشرب شوية مية جسمنا ما بيستقبلهاش بترحاب وخلاص، لا ده جسمك تقريبا بيحطها على ميزان الفم بس بيعديها، والمريء مجرد انبوبة توصيل. المعدة بتقول لا هنا مش مكانك، روحي للمصنع. المصنع الحقيقي للمية هي الامعاء الدقيقة. في الامعاء الدقيقة حوالي 90% من المية بتدخل الدم، بس مش بشكل عشوائي ولا بسرعة وخلاص. دي بتدخل من خلال قنوات مخصوصة اسمها اكوابورين. القنوات دي عبارة عن بروتينات غشائية متخصصة تعمل كقنوات مائية داخل أغشية الخلايا الحية، وبتسمح بمرور المية فقط بسرعة فائقة، وبتمنع مرور الأيونات والمواد الأخرى. يعني تقريبا كده المية بتتفتش قبل ما بتدخل. وهنا يجي سؤال، المية بتتقسم ازاي داخل جسمنا؟ تلت المية بيكون بره الخلايا في الدم والسوائل، والتلتين بيكون داخل الخلايا. وخلينا عارفين ان كل ما زاد امتلاك الإنسان للعضلات زادت كمية المية داخل جسمه. أما الأشخاص اللي بيعانوا من زيادة في الوزن فبيمتلكوا نسبة أقل من المية، وده لأن الأنسجة الدهنية بتحتوي على مقدار أقل من الماء. وخلينا عارفين كمان ان نسبة المية الموجودة داخل اجسام الرجال اكتر بكتير من اللي داخل اجسام النساء. طيب يا ترى ايه الاجهزة اللي في جسمنا اللي بتحتاج لمية، وهل بتختلف النسب؟ الاجابة نعم. فالقلب والدماغ يتكونان من 73% من الماء، اما الرئة بتشكل الماء منها 83%، والجلد 64% نسبة المية اللي فيه. وبالنسبة للكلى والعضلات بتشكل نسبة المية فيهم حوالي 79%. حتى العظام فهي رطبة، وذلك لان الماء يشكل 31% منها. طيب في حد ممكن يسمع الكلام ده ويقول جسمنا فيه كميات مية كتيرة تخلينا نقدر نقعد وقت طويل من غير ما نحتاج لشرب المية، او يتخيل ان المية بتتخزن في جسمنا زي الجمل مثلا. الاجابة طبعا لا، لان المية دي بنفقدها مع التعرق والتبول، ولو ما شربناش مية بكميات تتناسب مع اجسامنا واعمارنا جسمنا هيحصل له جفاف شديد وهيتعرض لمشاكل كتيرة جدا. وهنا يجي في بالنا سؤال تاني، يا ترى ايه مقدار المية الامثل اللي المفروض نشربه عشان نفضل بصحة جيدة، وخصوصا لو هنمتنع عن شرب المية لساعات طويلة زي اوقات الصيام؟ ودينا اهو داخلين على شهر رمضان الكريم، ربنا يجعله شهر خير وامان على كل الناس في الارض، وكل سنة وحضراتكم طيبين. نكمل اجابة سؤالنا. المقدار الامثل بيتفاوت طبعا وبيتغير من شخص لشخص ومن حالة لحالة ومن عمر لعمر. الستات مثلا ما تقلش عن لترين يوميا، انما الرجالة بيحتاجوا حوالي 3 لتر يوميا. اما الستات الحوامل والمرضعات فهيحتاجوا كمية مية اكتر. الناس اللي بتمارس رياضة برضو هتحتاج كمية مية أكبر من الناس العادية. أما الأطفال فبيحتاجوا كمية مية أقل من الكبار، وهكذا. ولو خلال اليوم بتاعنا أكلنا خضروات أو فاكهة بتحتوي على المية ده بيخلينا ما نحتاجش نشرب مية كتير. والخضروات والفاكهة دي على سبيل المثال السبانخ، الخيار، التوت، الفلفل الأخضر، الفجل، الكرفس والقرنبيط. خلينا نعرف ايه اللي هيحصل لجسمنا لو ما شربناش ميه كفايه. الجسم مش هيقدر يشتغل بكفاءه لو الميه قلت منه. 1 درجه حراره الجسم مش هتكون طبيعيه. 2 المفاصل مش هتكون لينه وده بيعمل الم في الحركه. 3 هيحصل امساك شديد وصعوبه في التبول والتعرق. 4 العمود الفقري كمان هيكون في خطر، وده بسبب انكماش الاقراص الغضروفيه بين الفقرات، وده بيقلل قدرتها على امتصاص الصدمات وبيعمل تقارب بين الفقرات وبعضها. 5 الدماغ بيحصل له ضعف في وظائفه وانخفاض في مستوى الطاقة، وده اللي بيسبب لنا الصداع، قلة التركيز، النسيان، بطء التفكير. لذلك لو حسيت بالعطش وجفاف في الفم أو صداع أو كان لون بولك أصفر غامق على طول امسك كوباية مية كبيرة واشربها، لأن كل العلامات دي معناها إن جسمك محتاج للمية. ودلوقتي خلينا نلخص دور المية داخل جسمنا. ببساطة الجسم هيتوقف عن أداء وظائفه دون الماء. المية هي المسؤولة عن إفراز اللعاب
كمان هي اللي بتساعد لتوصيل الأكسجين لجميع أجزاء الجسم، بتنظم درجة حرارة الجسم، كمان بتساعد في إنتاج النواقل العصبية والهرمونات، وبتوفر الحماية للنخاع الشوكي والدماغ. وأيضا الماء يساعد الطعام في المرور عبر الأمعاء، كمان بيعمل على تزييت المفاصل. شرب المية كمان بيساعدنا في خسارة الوزن. كمان في حقيقة علمية بتقول إن شرب الماء الدافئ على الريق بيحسن الهضم ويعالج الإمساك ويعزز التمثيل الغذائي اللي هو عملية الأيض، وبيساعد في خسارة الوزن ويساعد في طرد السموم وزيادة تدفق الدم، وكمان بيقلل من احتقان الأنف ويخفف التوتر ويحسن صحة البشرة وبينشط الدورة الدموية. هنا بقى ممكن حد يقول لي يبقى المفروض نشرب مية كتير قوي علشان نبقى حاميين جسمنا من جفاف المية. هقول له طبعا لا، لأنه هنا لا تنطبق القاعدة اللي بتقول كلما زاد كلما كان أفضل. كتر المية في جسمنا برضه هيعمل مشاكل صحية، وعموما الإفراط في أي شيء مش حلو. تعالوا نشوف المية لو زادت في جسمنا ممكن تعمل إيه. رقم 1، الزيادة في كمية المية داخل الجسم بتؤدي إلى تخفيف الأيونات الملحية في الدم، وده هينتج عنه انخفاض في مستويات الصوديوم في الدم. 2، قد تؤدي إلى هبوط مستويات الطاقة، وبرضه تعمل صداع وضعف وتهيج أو تشنج للعضلات وغثيان وارتباك، وممكن تؤدي لا قدر الله إلى الغيبوبة. وهنا بقى هنسأل سؤال تاني، هل العصير يعتبر مية حتى لو كان طبيعي؟ العصير بيروي لكن يعوض الجسم عن المية؟ لا. العصير سكر، حمل على الكبد، شبع كداب، لكن المية أمان وتوازن وحياة. وده برضو مش معناه إن العصاير مضرة، وخصوصا العصاير الطبيعية، لا بالعكس، العصاير مفيدة وكويسة، بس ما نكترش منها زيها زي أي حاجة، وخلينا عارفين إنها برضو عمرها ما هتعوض عن شرب المية. طب دلوقتي قلة المية بتعمل مشاكل لجسمنا، وكمان كترها بيعمل مشاكل. نعمل إيه عشان نتأكد من المعدل المطلوب داخل جسمنا؟ أنا هديكم بعض المقترحات. طبعا زي ما قلنا في أول الحلقة، المعدلات المطلوبة لكل شخص نحاول نلتزم بيها، وكمان ممكن نستغل التكنولوجي الموجود في حياتنا لتذكيرنا بشرب الماء. في دلوقتي تطبيقات بتعرفك مقدار المية اللي بتستهلكه، وكمان بتعمل لك تذكير بمواعيد شرب المية. كمان يا ريت نخلي دايما ازازة مية معانا في اي وقت وفي اي مكان، وكل شوية ناخد منها لو بق صغير. واخيرا، لو حابب تحفز نفسك على شرب المية بطعم مختلف، ممكن تضيف للمية فاكهة زي الحمضيات او توت او الخيار او حتى بعض اوراق النعناع. ده هيخلي مذاق المية مختلف ويشجعك على شربها. لو شايف الفيديو مفيد، ابعته لحد بتحبه عشان يستفيد معاك. اتمناكم بخير، تحياتي للجميع.